السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني الكرام، يا رب تكونوا بخير. والناس اللي بتشوف قناتي لأول مرة اشتركوا يا جماعة، عندي ليكوا كل ما هو مفيد. وحبايبي اللي مشتركين معايا ما تبخلوش عليا باللايك والتعليق الحلو والشير. واي حد يا جماعه، يعني اي حد يلاقي في قناتي حاجات مفيده ويشترك، يعني ما تبخلوش عليا بالتعليق. ده بيساعدني اولا، وبيخليني اعرف انا هقدم لكم ايه المره الجايه، او ايه اللي انت حابه تعرفيه، او ايه اللي انت حابه تفهميه من اي حاجه انا بنزلها. النهارده انا جايه لكم عشان بقعه الزيت. بقعه الزيت اهي، مش عارفه دي باينه ولا لا، اهي. اهي يا جماعه، دي بقعة زيت. اولا العباية دي الديزاين بتاعها حلو قوي. فمعرفش خدت فيها عين، يعني العين حق يعني. انا مش صغيرة وبرضو مش كبيرة قوي يا جماعة، بس اللي هو ايه يعني، ما لبستها لقيت يعني يا ربنا يهدي. يعني انت صغرتي وانت مش عارف ايه وبتاع، بعدها بقى لقيت بلاقيت على هو دريس او عبايه، يعني هو مدي على فستان اكتر يعني. المهم يعني لقيت وانا مره بغسل الكلور راح منطور عليها. دي حاجه حاولت اداريها بالتطريز، وعملت لكم فيديو قبل كده بالتطريز اهو. عملت لكم فيديو بالتطريز اليدوي اللي انا طرزته اهو، باينه لكم. النهارده بقى جايه لكم بقى انه تكمله للعين ان اتدلق عليها زيت. هو العين حق يا جماعه، نحصن نفسنا ويا ريت كل واحد يشوف حاجه عند التاني يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، ويتمنى من ربنا ان هو يعني صاحب النعمه يتمتع بيها يعني. النهارده جايه لكم عشان يعني مع بعض نحاول نطلع بقعه الزيت. الزيت يا جماعه حمض. فالحمض لما تحطي عليه قلم اللي هو البوتاس او الصودا الكاويه بيعمل صابون. فانا النهارده جايه اجرب معاكم ان انا احط محلول صودا كاويه على بقعه الزيت، وهدعكها بالفرشه دي تجربه عشان نطلع بقعه الزيت. ايه علاقه ده كله بان انا قناتي تغذيه علاجيه وهيلث كوتش، او مساعده بساعدك على انك تحاولي تعيشي باسلوب صحي؟ اولا الاسعار غليت جدا. ف... فلما درستي يعني انت بتعتزي بيه او مش بتعتزي بيه، درس او هدوم عندك فيها حاجه هتبوظها. طبعا دلوقتي الاسعار غليت جدا، فكنا زمان بنرمي وبنجيب، دلوقتي ما بنقدرش نرمي وبنجيب. فطبعا ده هيزعلنا، والزعل هيخلي مقاومه الانسولين تزيد، ومقاومه الانسولين هتخلينا مرضى سكر. فيا ريت بقى اللي بتسالني وبتقول لي ايه علاقه مقاومه الانسولين بالزعل، او ايه علاقه مقاومه الانسولين باللي انت بتعمليه. بحاول ان احنا نسيطر على الزعل، نسيطر على الحسره، نسيطر على الغضب من اللي بيحصل من ارتفاع الاسعار والحاجات المحيطه بيك انت كشخص في الحياه. فالنهارده هنحاول نطلع البقعه دي معاكم اهو. ادي البقعه، وادي انا جايبه حته بطاطس صغيره او صودا كاويه. هنحط كده محلول انا الميه، هنعمل محلول حبه ميه كده. طبعا عشان انا متمرسه، انا عندي هوايه عمل الصابون الطبيعي، فانا متمرسه على، هنحاول ننقص الميه شويه عشان نخلي المحلول قوي. انا متمرسه على اني بعمل محلول صودا كاويه كده، لكن انت لازم تلبسي جوانتي. هي حته صغيره اهي، انت لازم تلبسي جوانتي وانتي بتعملي المحلول ده. انا متمرسه بقالي اكتر من 11 سنه بعمل الصابون الطبيعي. والصابون الطبيعي اصله صودا وزيوت، زيوت بقى طبيعيه، مش زيوت خنزير يعني زيوت حلال يعني، وزيوت نباتيه اللي هو بس في ناس تقول لك لا الصابون الطبيعي ما فيهوش بوتاس. لا يا جماعه، البوتاس الصابون عباره عن قاعده من شقين، الحمض اللي هو الزيت، والقلوي اللي هو البوتاس. فاحنا كده هو دينا عملنا محلول اهو يا جماعه. انت خدي بالك المحلول ده لازم تبقي لابسه جوانتي، ولازم تبقي يعني تسيبيه يبرد شويه. انا عشان متمرسه قلت لك اهو البقعه اهي يا جماعه. فبالراحه كده هعوز واعمل كده. هو انا توقعت ان هي تعمل رغوه، لان ده بوتاس او قلوي،
والزيت ده حمض، فتوقعت ان هو هيعمل زي رغوة كده. بس يعني هشوف النتيجة، هعمل لكم بيها فيديو تاني. يعني هنشوف النتيجة بعد ما حطيت البطاطس، محلول البطاطس على بقعة الزيت، هشوف النتيجة واقول لكم. دي كانت تجربة. بحاول احل مشكلة عشان ما نتوترش، والتوتر بيجيب مقاومة الانسولين او الانسولين، والمقاومة دي يا جماعة بتتسبب في مرض السكر فيما بعد. لو احنا ما خدناش بالنا بتتسبب في ان يجيلنا سكر على إذ فجأة، يعني فجأة كده. فلازم اخد بالي من مقاومة الانسولين. التحليل بتحللي بتشوفيها كل 3 شهور، وبانك تاخدي بالك من نفسك، ما تضايقيش نفسك. يا رب يكون ان شاء الله الفيديو فكرة تطبقوها معايا، وانا هعمل لكم فيديو بالنتيجة. بس ادينا حاولنا ان احنا نقلل التوتر ونتغلب على مشكلة ممكن تسبب لنا مشكلة صحية تاني. اللي يشوف الفيديو يا جماعة يعمل لايك وتعليق حلو ويشيره، واللي عنده كلمة حلوة يقولها لي يا جماعة. السلام عليكم.